حدث في العالم على ما يحدث هنا هتلاقي منبعه عندنا اللي موجود في الشوارع دلوقتي. اللي موجود في الشوارع دلوقتي وسيد قطب مات وكان عنده فكرة، والفكرة دي امتدت ومحدش في العالم قدر يواجهها أو بيواجهوها بيحاصروها، لكن في أرواح بتموت طول الوقت. الفكرة دي لها رؤوس ماشية في شوارع مصر وعندها عقيدة أنها تموت من أجل هذه الفكرة الإسلامية. ده هتواجهه طول الوقت بالحبس، بالقبض، بالقانون، بالرصاص. بس حتى هذه اللحظة لما يخرج لنا أحد ويقول لنا أن مجموعة من مفكرينا وعلمائنا وعلماء العالم الإسلامي قاعدين يتناقشوا، هذا الفكر موجود في السعودية وموجود في الكويت وموجود في الإمارات وموجود في دول عربية وإسلامية ودول أوروبية. الفكر بتاعهم قائم على مؤسسات عالمية بتغذيه وبتدعمه وبتصرف عليه مليارات. في مواجهة هذا الفكر من أجل مصر ومن أجل استقرار العالم لن يكون الرصاص هو الحل. الحل معرفش، بس مش هتتحل كده، حتى ولو اتمسكوا، حتى ولو اتحبسوا، حتى ولو هديوا ونزلوا تحت الأرض تاني. الأرض هتتفجر. علينا أن نفكر. الأمن بيشوف دوره وبيأمن البلاد قدر استطاعته، ولكن مصر مش أمن بس، مش أجهزة أمن. مصر علماء ومفكرين لازم يقعدوا مع علماء الأمة ويتناقشوا. هو هذا الفكر الذي تأصل واللي دفع شخص زي سيد قطب عشان فكرته توصل إنه يموت، وبنشوف شباب نازل يموت. يبقى الفكر ده مش حله رصاصة، الفكر ده محتاج حاجات تانية كتير. هنطلع فاصل، بعد الفاصل